ازيكم معاكم أدري. اتمنى تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجي كل جديد بعد اذنكم. طيب، اولى اخبارنا النهارده ايقاف كل من محمود البنا حكم الساحه ومحمد الحنفي حكم الفار في مباراه النادي الاهلي مع البنك الاهلي. محمود البنا اخذ ايقاف لمده 3 اسابيع، بينما محمد الحنفي اخذ ايقاف لمده لاجل غير مسمى. طبعا ده بعد الفضيحه بتاعت مشكله الفار في المباراه وتحديدا اثناء ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي. أولى من أثار المشكلة دي كان محمد المحمودي مع هشام حنفي في راديو أون سبورت، لما هشام حنفي دخل وقال، كان بيقول له يعني، وده على كلام محمد المحمودي نفسه، إن هشام حنفي قال له ده في كارثة حاصلة أصلا في الماتش، إن هو تواصل مع خالد بيبو وقال له وعرف منه إن الفار ما كانش شغال ساعة ضربة الجزاء. وبعد كده حصلت التسريبات والقصة دي. الفكرة كلها، لجنة التحكيم فين من اللي بيحصل ده كله؟